السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ بزاف البنات كانوا سولوني في الخاص، قالوا لي شي ايكرون تكون زوينه للشمس. دابا عرفتوا دابا كيدخل الصيف وبزاف البنات كيبغيو دي زيكرون اللي يكونوا زوينين وكيكونوا كيوصيو بهم الاطباء ديال الجلد. انا هذه اللي خرج لي طيب الجلد، هي راه اونتي طاج و ايكرون او ميم طون، وفيها 50 ديال الاس بي اف. المهم انا صراحه الله نفعتني، البشره ديالي جافه وممكن يديروها كاينه حتى ديال البشره الدهنيه. هذه كان خرج ليا طيب الجلد، كان فيه واحد الطاش في وجهي، وكان خرج لي واحد البوماد اللي نديرها في الليل، وهذه قال لي ديريها على الاقل 2 مرات في النهار. هاد ليكرون البنات هي اللي تنفع مع هاد الشمس اللي كاينه دابا حاليا، اللي راه جاي الصيف دابا. حيت كاينين دي زيكرون ولكن كتكون الحمايه ديالهم قليله، ما واخا هما كاع لي زيكرون صراحه خاصهم يكونوا كل ساعتين، خاصها تعاود، لانها كل ساعتين صافي راه كيمشي لي في ديالها. ونصيحه لكم البنات، ضروري واخا ما تبانش لك الشمس في الصباح تكوني خارجه تقولي لنا راه ما كايناش الشمس، لان هاد الشمس هي اللي كتاثر على البشره ديالنا وكدير لنا لي طاش. ولا بغيتي تحافظي على وجهك سيرتو دابا هاد الايام، خاص ضروري ديري واحد ليكرون اللي تكون مزيانه وفيها درجات الحمايه طالعه 50 والفوق. اما دوك اللي تيكونوا فيهم غير 30 ولا 15 هذوك راه مازال ديريهم في البرد او شي مدينه اللي تيكون فيها الحراره قليله. ولكن دابا في الصيف او شي مدينه اللي كتكون فيها الشمس مجهده، فاش ضروري خاصك دير شي ايكرون 50% اللي كتكون فيها درجه ديال الوقايه من الشمس 50 درجه والفوق. انا كنت صراحه جربت بزاف لي زيكرون، كنت كندير مؤخرا ديال اوسيرا حتى هي صراحه مزيانه، ولكن هاد في ديرما انا صراحه ما كنتش كنديرها، ما كنتش كنعرفها، ولكن مؤخرا خرج لي طيب ديال الجلد ونفعتني بزاف. ولاحظت حتى تحسن في البشره ديالي، كتبقى البشره ديالي واخا نخرج الشمس زعما مده طويله. غير هو قلت لكم البنات ديما تهزوا معكم صاكم وحاولوا كل ساعتين الا كنتو في شي بلاصه اللي تعاودوا تبغيو تخرجوا شي حاجه تعاودوها، هي دغيا كتدخل للبشره ما كتبقاش زعما مزيته، ولا هي ماشي تانتي، هي عاديه بحال شي كريم، وكتخلي لك البشره كتخلي تتبان زعما راكي دايره شي حاجه، زعما ما كتبانش ماشي تتبان زعما راه دايره شي حاجه ميدمه ولا شي فون دو تان ولا شي حاجه، ولكن تتبان بحال دايره شي كريم مرطب لوجهك ولا شي حاجه. ومن الاحسن ديروها 2 مرات على الاقل في النهار، ديروها في الصباح مثلا وفي العشيه، هادشي اللي ما كنتوش غتعرضوا للشمس ولا تخرجوا ولا ما تاكلوا في الدار في الطياب، راه حتى ديك السخونيه ديال الطياب ديال الفران حتى هي راه كتاذي البشره ديالنا. فمن الاحسن البنات على الاقل ديروها في الصباح ملي تفيقوا تغسلوا وجهكم داكشي ديروها. كنتو باغي ديروا شي كريم مرطب مرتاح ديروه، عاد ديروها هي، او كان عندكم شي كريم ديال اونتي طاش ولا شي حاجه ديروه، وديروا هاد ليكرون ديالكم. وحتى في الليل حتى هي في العشيه تعاودوا ديروها، لان حنا ما كنلاحظوش هذيك الحراره ديال المطبخ ديال البوطه ديال الفران، حتى هي كتاذي البشره ديالنا. سيرتو السيدات تيكونوا جالسين غير في البيت كيقولوا حتى نكونوا خارجين عاده نديروا مثلا ايكرون ولا عاده نديروا شي حاجه، فحتى في الدار حاولي تهتمي براسك. والمراه اون جينيرال فاش كتهتم براسها وكتفيق في الصباح وتغسل وجهها ودير واحد المرطب لوجهها والشفايف ديالها، كتحس بواحد الراحه ديما. انا النصيحه لكم البنات كاملكم قبل ما تبداو الشغل ديالكم، واخا تكونوا ما خدامينش وجالسين غير في الدار، تسموا بروسكم في الصباح فاش تفيقي، حاولي تبدلي حويجاتك لبسي شي حاجه اللي كتعجبك، وديري واحد على الاقل واحد المرطب لوجهك، ديري ليكرون ديالك، ديري واحد الكلوس، وديك الساعه بداي الشغل ديالك تمشطي شعيرك قاديه، كتحسي براسك كتشقاي وانت فرحانه، ماشي انت كتشقاي وكتشوفي راسك ما عاجبكش كتحسي بالكآبه. فالعنايه بالجسم ديالنا وبالاناقه ديالنا هي اللي كتعطينا ديك الحيويه وديك الروح. واخا نكونوا غير بوحدي في الدار ما جاي عندي حد غير بوحدي كاع، راه انا كنحس بواحد الراحه وبواحد النشاط وبواحد الثقه في النفس. وقد ما اهتميتي براسك الثقه في النفس ديالك كتزيد. فنصيحه لكل سيده، الله يخليك اسيداتي تهلاي في راسك، راه ما كاينش شي حاجه احسن من راسنا. هي فعلا الام اللي عندها وليدات مسؤوليات، كاين عندها ضغوطات، ولكن ضروري تلقى الوقت فين تهتم في راسها. الا اهتمت براسها غتعرف كيفاش تهتم بالاخرين، وغتوصل حتى للاخرين السعاده ديالها والفرحه ديالها. وانت الا اهتميتي براسك غتخلي حتى الناس يهتموا بيك ويقدروك ويحترموك. حاولي تعطي لراسك واحد الوقت وتهتمي به. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم،
وان شاء الله الا عجبكم بحال هاد الفيديوهات راه نبقى نديرهم لكم ونجاوب على التساؤلات ديالكم.